الجمهور المغربي يتنمر على الممثلين. اشتكى الكثير من المشاهير المغاربة من ظاهرة التنمر التي كانت وراء دخول العديد منهم في حالة اكتئاب، بعدما أصبحت تلاحقهم باستمرار بسبب شكلهم ومظهرهم الخارجي. هذا صدقي وضجة التنمر على مظهرها. بعد عملية تكميم المعدة من بين ضحايا التنمر نجد الممثلة هدى صدقي التي عانت منه بسبب مظهرها الجديد بعدما فقدت وزنها وظهرت بشكل مختلف لم يتقبله الكثير من متابعيه، وهو ما جعلها عرضة للانتقادات. وكانت الممثلة الشهيرة قد أعلنت خضوعها لعملية تكميم المعدة من أجل إنقاص الوزن بعد المعاناة التي عاشتها قبل سنوات مع مظهرها. أسامة رمزي وجدل خلافه مع الملولي بسبب مظهره لم يسلم الممثل الكوميدي أسامة رمزي من التنمر الذي يلاحقه باستمرار على السوشيال ميديا، حيث دخل في حالة اكتئاب حاد حسب ما أعلن عنه سابقا على حسابه بالإنستغرام. وكان أسامة رمزي قد اشتكى من التنمر الذي تعرض له على يد اليوتيوبرز المثير للجدل هشام الملولي بعدما وصفه بالمنغولي، الأمر الذي عرض هذا الأخير لموجة من الانتقادات. التنمر على صوت سعيدة الشرف. تعرضت الفنانة سعيدة شرف للتنمر والسب والإهانة بسبب صوتها خلال غنائها في إحدى السهرات، حيث انصبت الانتقادات حول أشياء جانبية وشكلية وصلت إلى حد التهكم والسخرية. سي مهدي محط السخرية. وتعرض الفنان سي مهدي لموجة من التنمر جراء ظهوره بأزياء عصرية وشبابية أنيقة، إذ كتب أحدهم: هذا فنان فقير عن التعريف، وآخر قال: أخبرني عن موعد ألبومك القادم حتى لا أستمع إليه. وفي رده على موجة التنمر التي تطاوله بشكل كثيف، أكد سي مهدي أنه اعتاد عليها في مواقع التواصل الاجتماعي حتى أنهما أصبحا حبايب وفق تعبيره.